بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. بالنسبة للكرة اليوم تقريبا هي تكملة للشغل البدني اللي كنا قمنا به في العشرة يوم هذوما، واللي كانت خلتهم 14 حصة تدريبية، وكانت تدريبات شاقة طبعا بدنيا لتجهيز الفريق بدنيا، لأنه كان الهدف الأول والأخير من المعسكر اللي برمجنا له وهو الارتقاء بالمستوى البدني للاعبين. والحمد لله اليوم مع رغم التعب الكبير اللي كان موجود عند اللاعبين، رغم الحمولة والجرعة الزائدة بدنيا للاعبين شفنا مؤشرات إيجابية، وشفنا حاجات، وشفنا معناها جمل موجودة، رغم اللي كانت في بعض الأحيان كانت تنقص الحركية نوعا ما نظرا لثقل اللاعبين، وهذا مفهوم جدا وطبيعي بعد التدريبات اللي قمنا بها. ان شاء الله نواصلوا معناها توا اليوم بعد الكوره نتاع اليوم انتهت المرحله الاولانيه اللي قاعدين لها 10 يوم تقريبا، والبرمجه هذه كانت البرمجه في المرحله الاولى تبدا من اليوم اول تدريب هو 24 اللي بدينا فيه التدريب الى غايه المباراه نتاع اليوم. بعدين ندخلوا في المرحله الثانيه من بكره، وان شاء الله معناها لحد اليوم الحمد لله. حاجه اخرى استفاده من المباراه هذه هو معناها تقريبا رجعنا اللاعب نيلسون اللي لعب 45 دقيقة، كيف نزار بعد إصابة اللي كانت قديمة الإصابة هذه، كيف لعب 45 دقيقة، والحمد لله كملوا 45 دقيقة بدون إصابات، وهذا مهم جدا. إن شاء الله ندخل في المرحلة الثانية من بكرة، وإن شاء الله نكونوا في مستوى معناها طيب بدنيا نحكي يعني، لأنه فنيا ما عندنا إشكال كبير. إن شاء الله نكونوا في مستوى طيب إلى غاية نهاية التربص هذا إن شاء الله.